يا مساء الفل، مساء الانوار، ازيكم؟ وحشتوني كتير كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين كده، النهارده طقت في دماغنا ان احنا هنتغدى رنجه. خلاص، فبعتنا جبنا كيلو ونص رنجه محترم كده. فرشنا المفرش. ده اول حاجه، ما اول جزء عملته، اول سمكه عملتها كان لجوزي، فما صورتهاش يعني، عشان هو كان مستعجل وعايزها من غير اي حاجه، يعني نيه كده، اللي هو قطعها نضفها وقلبها له في شويه زيت وخلاص على كده. فهنا كده قلت بدل ما اشوي على البوتاجاز، انا كنت عاملاها قبل كده على البوتاجاز. فقلت المره دي هنضفها كده على البارد. فبنمسك السمكه، بقطع الراس والديل وافتحها من الظهر، انضف الجزء اللي جوه، اطلع البطارخ على جنب، وابتدي بقى ايه، انضف الحاجات اللي مش حلوه اركنها على حرف المفرش. طبعا المفرش ده بقى ريحني فظيع، ان هو ما وسختش الرخامه بتاعتي على قد ما قدرت، ان هي ما كانش فيها ما فيش ريحه زفاره تستمر فيها معايا. يعني اللي هو بعد ما اخلص خلاص هلم المفرش واحطه في الباسكت، مفيش زباله، مفيش زباله، ايه، مفيش ريحه. تمام، في زباله بس مفيش ريحه. فهنا كده نضفت السمكه، وابتدي بقى اطلعها من الجلد. اللي هو بيقول لي جوزي كان واقف جنبي بيقول لي انت سلختي قبل ما تذبحي ولا ايه؟ اللي هو بتطلعيها انت اللي بتشيلي، المفروض بتتقشر، مش بتعملي زي انت ما عملتي. قلت له لا مالكش دعوه بقى، اركن انت على جنب كده، خليك كده في جنب كده لوحدك. كل شيخ وليه طريقه. انت عايز الرنجه من غير قشر، خلاص هطلعها لك من غير قشر يا عم الحاج. رحت ماسكه السمكه، منضفاها كده زي ما انتم شايفين، و... ورحت مقلباها له بقى في شويه زيت، وحط عليها ليمون واكل هو. احنا بقى هتشوفوا الطريقه اللي احنا اكلنا بيها ايه. انا وولادي بنحبها بطريقه تانية، يعني مش بنحبها ساده كده من غير اي حاجه. احنا بنحب نسوي معاها بصل وفلفل. فبما ان احنا مش عاملين حسابنا ان احنا نعمل رنجه، فما كانش فيه فلفل في التلاجة، وما فيش ليمون، يعني ليمونه واحده اللي لقيتها. فقلت مش مشكله، يعني اللي هو بصلة المحب خروف، يعني مش لازم يبقى الحاجات كتير. فهتشوفوا انا عملت ايه. بس انا هنضف سمكه معاكم طبعا، واطلع كل الشوك اللي جواها. بخلي القشره كده فاضيه، ما فيهاش اي حاجه خالص. اعمل بقى الكميه بتاع الرنجات كلها. هما 4 رنجات، عملنا واحده الاول اللي هي متصورتش دي، اللي انتوا شايفين الاثار بتاعها، والاتنين التانيين هعملهم مع دي يبقوا 3. بعد كده نجيب البصل، قلت لهم هعمل كده، هتلاقوا البصل نضف. شفتوا؟ خلص، نضفت البصل ولميت بقى كل الكراكيب بتاعتي وما خليتش اي زباله. ابتديت اشتغل على البوتاجاز. النهارده كان ولادي كلهم في دروس، فعقبال ما جم بقى قلت مش هبتدي هتبقى طيب غير لما يبتدوا يجوا من الدرس، عشان خاطر الاكل يبقى سخن وناكل سوا. لان انا متعوده ان انا بحب اكل انا وولادي في طبق واحد، يعني نحب كده، يعني ايه، يعني مره واحده. علشان هي جدتي كانت بتقول لي كده، الولاد بيحبوا بعض لما ياكلوا مع بعض في نفس الطبق، ويتلموا على طبليه واحده او على صينيه واحده، اللي هو يطلعوا متعودين في ألفة ما بينهم وفي حب. تمام. فهنا كده انا قلبت البصل، قطعت بصلتين كبار وحطيت لهم شويه زيت، ودي معلقه هرسه شطه، ما انا ما لقيتش فلفل بقى، الجيش قال لك اتصرف. حطيت هرسه الشطه وابتدي اقلبها وانزل عليها بالرنجه، بس لما البصله تدبل خالص. فهنا كده انا غيرت الشعله بقى، قلت اشتغل الشعله الكبيره شويه، خلاص، عشان خاطر ايه، اقلبها عشان تنشف معايا بسرعه. كسرها كده بالمعلقه واحنا بنعمل، عشان ما تبقاش حتت كبيره، وهي هتفكك من بعضيها، تبقى عامله كاني جايبه علبه تونه حطها على الحاجات دي. لكن هي دي الرنجة. تمام. فهنا كده خلاص عملناها. ما تنسيش بقى لو بتتفرجي معايا لحد دلوقتي، ما تنسيش تعملي الاشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو كده ولايك، وتقولي بتحبي الرنجة ولا لا. لان احنا افترسنا الاكله دي بصراحه، يعني بالف هنا الحمد لله كده. ضربنا وراها حاجه ساقعه و50 كوبايه شاي وكل حاجه. فاستنوني بقى في فيديو جديد وحاجه جديده يعني، وياك ما تبقاش حاجه مجنونه زي كده. دي شكل الصينيه بالف هنا.